مساء الخير. شركات وسيطة ما تحتاج شركات وسيطة. لا تدفع فلوس لأي إنسان، لا تدفع فلوس لأي إنسان، لا تنقط، ماكو داعي، كل شيء تقدر تسوي وحدك. يعني كم مرة أحكيها، يعني يمكن راح أبقى أعيدها بكل فيلم. لا تنطي فلوس لأي إنسان، لا تنطي فلوس. تسمعني؟ زين، مليت مو؟ لا خلي أعيدها. لا تنطي فلوس لأي إنسان، تقدر كل شيء تسوي وحدك. ايش قد بعد أحكي؟ ما أعرف بعد. لا تنطي فلوس عمي، لا تنطي فلوس، كل شيء تقدر تسوي وحدك. انطي فلوس وروح اتعلم لغة، ليش تنطيها لواحد يقشمرك؟ عجيب. شو دا يسوي هو ايش دا يسوي انت قاعد تنطيها آلاف الدولارات؟ يروح يقدم عود بمكانك، وش دا يقدم مكانك؟ كله تقدر انت تسوي. ودا اقول لك انت كل شيء تقدر تسوي، بس جيب شهادة اللغة ونحقق المتطلبات اللي عليك وانت روح سوي كل شيء وحدك، ما تحتاج انسان. عجيب. زين، موضوع هاي الحلقة كلش مهم. راح احكي لك بهاي الحلقة، راح ادخل على موقع السفارة الألمانية وراح اشرح لك كل انواع الفيز اللي موجودة بالسفارة الألمانية، انواعها، متطلبات، شلون نحقق المتطلبات، شنو اللي لازم واللي مو كلش لازم نجيبه. فهمني شلون؟ شنو هي الخطوات اللي لازم تسويها 1 2 3 وتحضر روحك إلها. راح اشرحها إلك بهذا الفيلم بالتفصيل، وراح يبدي هذا الفيلم هسه. زين، هسه احنا وين؟ احنا هسه في موقع السفارة الألمانية اللي خلينا نقول بالعراق، اللي هو عبارة عن سفارة ألمانية في بغداد وقنصلية ألمانية في أربيل. هسه أنا راح أروح وين؟ على بغداد. هذا الموقع. على مود لا حد يقول أخاف الموقع كذا، مو هو إيه. مهم. زين، هسه وين نجي على السيرفس. حلو. طبعا أنا مسوي الموقع بالألماني لأنه المعلومات اللي تجي باللغة الألمانية كاملة، مو مثل اللغة العربية. شوية اللغة العربية تكون ترجمتها ما أدري، ما تعجبني يعني، بس يعني تقدر تقراها بالعربي، أنا أقراها بالألماني أسهل لي. زين، تجي وين؟ احنا رحنا على السيرفس، على الخدمات، واختارينا بغداد. حلو. راح نروح وين؟ على الفيزا. حلو. زين، تعال باوع وياي. من تروح على الفيزا راح تلقى نوعين فيزا. راح تلقى مكتوب شنغن فيزا، فيزا شنغن، ومكتوب ناتشونالز فيزا، يعني الفيزا الوطنية. الفيزا الوطنية شنو معنات شنغن فيزا وشنو معنات ناتشونال فيزا؟ الشنغن فيزا هي الفيزا السياحية اللي أكثر شيء يطوق بها 3 أشهر، اللي تكون على أساس التورسموس. شنو يعني؟ سياحة، البزوخ، زيارة لمشمل، يعني يجيك واحد زيارة صديقك ويرجع. أو قشفت غايزة. شنو يعني قشفت غايزة؟ يعني أنت مدير شركة ورايح تحضر مؤتمر عاجبك يعني تحضر مؤتمر على مود تشتري مكان يعني مثلا. فهاي ما تفيدنا احنا كطلاب وكباحثين عن عمل والى اخره، هذا ما يفيدك. من يجي واحد يقول لك تعال انا اقدم لك شنغن، قل له اخويا ما تفيد، كذاب انت، لانه الفيزا الشنغن ما اقدر ادرس ولا اشتغل به. واضحه مو؟ زين، شغلنا وين؟ شغلنا على الناسيونال فيزا، اللي هي وين ينطينا اقامه für langfristigen Aufenthalt über 90 Tage، يعني اللي تنطينا إقامة أكثر من 90 يوم، مثل ستوديوم الدراسة، Erwerb Tätigkeit العمل، أو الفاميليان Zusammenführung أو لم الشمل. طبعا هسه راح نشوف بالتفاصيل شنو. هسه ندخل وين؟ على ناتشونال فيزا وياي. زين، طبعا هنا تجي، هذا كلش مهم، هنا تلقى 3 علامات زائد. الأول يقول لك أنت يا فيزا محتاج، يرجعك للصفحة اللي قبلها مال الشنغن والناتشونال. أخاف ما فهمت، يرجعك مرة ثانية. تعال هنا ناتشونال فيزم أنتراك، الطلب وين؟ هذا الطلب، هذا تشوفه، هذا مكتوب هندشة أنتراك ناتشونال فيزيوم. هذا الطلب اللي راح تمليه على مود تقدم على الفيزا. أما دراسة أو البحث عن عمل أو البحث عن أوزبلدونج أو
جاك عقد الى اخره. هاي دوس هنا راح ينفتح لك هذا الملف. هاي الفورمه، تشوف على هاي الفورمه. من اقول لك انت كل شيء وحدك تسوي ما تصدقني. هاي الفورمه. طبعا يمكن انا راح اسوي حلقه كامله اشرح شلون تملي هاي الفورمه، بس هسه مبدئيا هاي الفورمه تمليها اسمك، مواليدك، كذا، متزوج ما متزوج، على هاي التفاصيل الى اخره، وبالاخير اتوقع. وياي خلاص. هسه هاي الفيزا عرفناها شلون نقدم الطلب. زين هسه تقول لي حسام شنو هي الاوراق المطلوبه من عندي؟ تجي تفتح لي جوا مكتوب ميرك بلاتا، يعني قائمه خلينا نقول الاوراق او المتطلبات، متطلبات، شنو نقولوها بالعربي. المهم زين هسه نجي على اول فقره هنا. تشوف هاي كلش مهمه، هسه راح اشرح لك عليها. اول شيء كاتب لك ترمين بوخونج. شنو يعني؟ حجز موعد. ماكو داعي ادوس عليها لان انا مسوي لك فيلم كامل بالقناه شلون تحجز موعد بالسفاره على مود تقدم على الفيزا، ولغرض انه تحصل على نسخه طبق الاصل. واضحه؟ اذا هاي ما راح احكي عنها. زين هنا ايش كاتب لك؟ كاتب لك اين غايزه ثون فاخ خفتن. تدوس عليها تلقى لك شنو؟ اسئله، سؤال وجواب. شنو السؤال وشنو الجواب؟ شنو السؤال بقلبك؟ هنا تقدر تلقى. يعني مثلا كان ايش اوخ ماينه فاميليا متبرنجن، ايش راح يقول لك؟ يقول لك دير ما ادري شنو ايه باتنا فاوخ زين فاميليا كذا فاميليا كونن سومز فيك دي فاميليا ناخذ سوق فيزا بانتراجن دي انتراج كونن بغايت gestellt werden فيزا بانتراج فيش تليفون بوزيتيف entscheidung die Anträge das يعني تقدر تجيب عائلتك وتسوي لم شمل إلهم لما انت عندك راتب وعندك فون غاوم شقة تقدر تعيشهم. بغاية غايسة شلون شبراك كنسة، يعني لازم عنده شبراك كنسة، يعني عنده لغة بس ما كاتبين. هياته كاتبين لازم الانسان، يعني مثلا انت تسوي لم شمل زوجتك لازم اقل شيء عندها اي واحد، اقل شيء. زين بلاو كارد اخفولت اوسنا من سجل فوق باشبيل بينديك ايش وقت ما يريدون اي واحد من زوجتك لما يكون عندك بلاو كارته اقامه الزرقاء. زين شلون احصل على الاقامه الزرقاء؟ الاقامه الزرقاء تقدم عليها لما تحصل عقد دائمي في ألمانيا براتب أعلى من 46 ألف يورو بالسنة. أعتقد هيك يعني بعدين أكتب لك إياها بالتعليقات بالضبط، بس أعتقد فوق 46 ألف بالسنة، فقسمها على 12 يطلع لك إيش قد بالشهر، ورقم مو كلش صعب ممكن تجيبه. زين دي أنترا قدير كان فاميلي كنا مش بيت سايت مش تيتو فاز موزن هالبايس زين هسه فهمني. مرة واحد سألني قال لي أقدر أخذ هذا وياي وأروح؟ هسه هنا أنا بالسفارة يقول لك لا، لازم أنت رايح ومحقق الشروط. أو أنت كذا. زين يعني هي نظريا ممكن يروحون وياك، بس لازم كل هاي الشروط تحققها. لازم عندك شقة وعندك راتب وعندك يعني كل شيء. فما أعرف هاي ترهم، يعني ما أعرف يعني حدسي يقول صعبة، لأن ما راح يشوفكم كلكم رايحين، حيقول لك ذولا لا. يعني بس يعني واحد لازم يجرب. يعني هو ماكو قانون يقول لك لا ما يصير، بس يعني الشروط تشوفها انت. لازم توفر شقة، ولازم عندك فلوس تعيشكم الى اخره، ولازم انت مقبول الى اخره يعني. او اذا عندك بلاو كارتة إقامة زرقاء إلى آخره. المهم هاي هنا الصفحة هي عبارة عن سؤال وجواب، أنت تقراها وحدة وحدة. ما تعرفها، ما تعرف تقرأ ألماني، تحولها للعربي الصفحة وتقرأ. حلو، هذا فوق تحولها للعربي وتقرأ. زين هسه نرجع نكمل قصتنا احنا. زين هسه هاي بشفيردن عندي فيزا شتيله، يعني انت رحت قدمت فيزا وشفتهم ياخذون رشوه منا، تقدر تشتكي عليهم، تدوس هنا وتشتكي. زين wichtige Hinweise zum Visa verfahren. هنا أنا حاطي لك
فد نصائح. شنو انا اقدر اقربها؟ هي احسن، خلي اقربها. انا حاطي لك نصائح. قل لك يابا ترى احنا ما لنا علاقه بالشركات، احنا ماكو شركه وسيطه تقدم فيزا وتحصل فيزا. لازم الانتراك مالتك الطلب يكون فول شتندش، يعني محقق كل الشروط. زين، دير بالك من الكذب، مو تكذب، لازم تجي بالموعد، ولازم تدفع الفلوس الجبوغن الرسوم مال الفيزا بالدولار الى اخره. راح اقول لك بعدين ايش قد الرسوم مال الفيزا. انتهينا من هذا الموضوع. زين، تعال نكمل. زين، هسه نجي على اول متطلبات للفيزا. هسه الفيزا تسم ستوديوم. تعال هنا انتبه وياي، كل الشغله مهمه. احتمال ما تحتاج حساب مصرفي مغلق اذا عندك شخص عايش في المانيا ويشتغل. تعال، هاي المعلومه كلش مهمه. زين، هسه تعال هنا ايش يقول لك؟ يقول لك انت هسه رايح تقدم على فيزا دراسه، رايح تدرس. شنو تحتاج تقدم على مود تدرس؟ باو علي. اول شيء لازم الطلب اللي شوفت لك اياه بالبدايه، الانتراك، تمليه وتسوي نسختين من عنده. واضحه؟ زين، تحتاج صوره، اثنين صورتين ابعادها 3.5 في 4.5. راح تقول لي هاي الصوره شلون صايره؟ يعني شنو 3.5؟ تجي هنا حاطي لك فوتو مستر تافل فور باس بيلدر، تدوس عليها، شارح لك لازم الصوره مالتك شلون تكون. تشوف هاي هيجي لازم تكون. هاي يقول لك هاي غلط، هاي غلط، هاي غلط، هاي الصح. فتشيلها هذه الورقه، تاخذها تطبعها وتروح للمصور يسوي لك صوره بالضبط مثل هاي. واضحه؟ انتهينا منها. زين، نكمل. ايش كاتب لك؟ كاتب لك غايزه باس، عندك لازم جواز على الاقل ب3 اشهر سماحيه شغال، ويريدون نسخه من الصفحه الثانيه من الجواز. واذا عندك قبل فيزا قديمه انت ماخذ شنغن، يعني اذا طالع قبل اوروبا. طبعا هنا الصفحه الزايده 2 يقصدون بها هي الصفحه الثانيه اللي ما بها صورتك، انه يريدون يشوفون انه ما عندك يعني مشكله بالجواز الى اخره، وعندك فيزا لو ما عندك فيزا الى اخره. ايش قد كلفه الفيزا الكلفه مال الفيزا مال الدراسه؟ 75 يورو. بس 75 يورو. تخيل ايش قد قاعد تنطي انت فلوس الشركات الوسيطه تقدم لك فيزا وهي سعرها 75 يورو. والله انت عجيب، يعني عجيبين والله العظيم. زين، تعال، شنو مطلوب من عندك بعد؟ مطلوب من عندك انه انت رايح تشتغل مساعد علمي، خلينا نقول. حلو؟ يعني انت رايح مساعد علمي او رايح تكتب رسالة الماجستير مالتك او البكالوريوس في المانيا. ممكن تروح تكتب بس رسالة هناك، وهي كلش صعبة حسب علمي، يعني الى اشبه بالمستحيلة. زين، نيجي على الثانية اللي مهمة، هاي Zulassung Bescheid der Deutschen Hochschule oder eine Studien für Merkung. شنو يعني؟ يعني عندك قبول جامعي من الجامعة أو قبول مشروط، هذا يسموه Studien für Merkung. قبول مشروط، يعني أنت تقدم بالبي آينز على الجامعة تحصل قبول مشروط، يسموه Studien für Merkung Zulassung Bescheid. وهذا كافي يعتبر قبول جامعة. من توصل للألمانية تسجل كورس لغة، تخلص للسي اينز وتبلش بالجامعة. هذا حكينا بالموضوع هواي. زين، تعال هنا نحكي على البترويونغ تسوزاغي. يعني انت طالب دكتوراه وحصلت بروفيسور يقبل يشرف على رسالة الدكتوراه مالتك. واضح؟ واضح؟ زين. شبراخ ناغفايز oder Anmeldung zum Sprachkurs. يعني انت مو اجتك قبول مشروط هنا، ها؟ او انت رايح على بروفيسور تخلص، او رايح تدرس مالتك، لازم تجيب ورقة تثبت انه انت راح تكمل دراسة لغة الى مستوى السي 1 في المانيا. فاغلب الناس شو تسوي؟ تروح تسجل بمدرسة مال لغة بالمانيا وتاخذ قبول. تسجل، مجرد تسجل وتاخذ قبول ويدزوا لك الورقه مال القبول بالبريد.
طبعا ما عرفت تسوي قبول وما قبول وما عرفت تلقى مدرسة وكلية وكذا، أنا أساعدك. مثل ما قلت لك، جيب بي آينز وحقق الشروط وعوف الباقي علي. أنا أساعدك، إذا وين ما توقف أنا أساعدك. زين، تعال هنا نيجي على Stipendien Zusage. Oder Finanzierung nachweist zu Ihrem Studienaufenthalt in Deutschland. اوكي، يعني انت لازم تقول لنا Stipendien Zusage. يعني بابا هاي المهم، هاي كلش مهمة بابا، كلش مهمة هاي. انت هسه وصلنا على مرحلة الفلوس. اني شلون اروح يعني امول نفسي على مود ادرس في المانيا؟ ايش يقول لك؟ يقول لك لو انت عندك منحة Stipendien Zusage. المنح شرحت لك اياها، عندي حلقتين بالقناة تحكي على المنح، روح شوفها. او تجيب لي فننزيغون ناخفايز، او تثبت لي انه انت عندك فلوس تكفيك انه تعيش بالمانيا. ركز على هاي المعلومة الجاية كلش مهمة. شو يقول لك؟ يقول لك اما تجيب لي ناخفايز شبير كونتو، وحكينا شنو شبير كونتو، شلون تحط لي شبير كونتو، شلون تسوي لك شبير كونتو، انه يضمن لك اذا رايح بحث عن عمل شيء، واذا انت طالب، بس احنا نحكي طالب لازم بالسنه 11000 وكذا. فهمتني شلون؟ طبعا هنا أنا شارح لك كل شيء بالالماني بالانجليزي، بس ركز على هاي المعلومه كلش. او دا او اذا ما عندك شبير كونتو شنو؟ واحد يسوي لك دعوة ويتحمل مصاريفك، يسوي ورقة يسموها فيرب فليشتونج اكليرونج. يعني عندك واحد صديقك او قرايبك عايش في المانيا، عنده اقامة ويشتغل وراتبه زين، يقدر يروح للمدينة اللي هو عايش بيها ويسوي لك فيرب فليشتونج اكليرونج، دعوة تقول اني هذا الانسان متحمس يستعد يجي واتحمل بمصاريف اكل شرب ومبيت وكذا. خلينا نقول قرايبك، عمك، خالك، الى اخره. طبعا شنو مكتوبه؟ لغرض الدراسه. لازم فيشكايد يصير شلون نجيبها موس ناخ زاين. ولازم يقدم هذا الانسان اللي سوى لك دعوه انه هو فعلا عنده فلوس. يعني اما يجيب الكشف الحساب الراتب مال اخر 3 اشهر ويقول لهم ترى انا عندي فلوس، وهذا الانسان اذا اجى يمي يعيش ببيتي وياكل ويشرب وياي، هذا الموضوع معناها بعد انت ما تحتاج حساب مغلق. اذا عندك واحد عرف تشوف الموضوع ايش قد سهل صار، حتى موضوع الفلوس طار اذا عندك واحد بالماني. واضحه؟ زين، ايش قايل لك؟ قايل لك تجيب لي الشهادات مالتك مصدقة، تجيب لي إذا أنت محصل منحة، وهنا أنا كاتب لك تجيب لي كل الشهادات مالتك القديمة، مثلا السادس، الكلية، المعهد، مصدقة وكذا مترجمة، هم تجيبها وياك. زين، كمل وياي. لازم تجيب تقدم لي شنو؟ تقدم لي موتيفاسيون غايبن وموقعة، يعني رسالة تحفيز. شلون تكتب رسالة تحفيز وطريقة كتابة رسالة تحفيز؟ تشوف مسوي لك حلقة بالقناة عن الوثائق المطلوبة للتقديم على المنحة أو الدراسة أو العمل، تروح تشوفها بالقناة. خوش، كلش مهمة. زين، هسه هاي سهلة. زين، Nachweis über berufliche Tätigkeit und Werdegang im Iran Lebenslauf. زين، تسوي لي سي في تكتب بيه انت شنو اشتغلت، شنو سويت، شنو درسيت، وين شاركت. هاي سهله. زين، هويه مالتك مال العراق، الجنسيه العراقيه او البطاقه الموحده. زين، البطاقه الموحده او الجواز السفر اذا كنت متزوج وعندك جهال. ليش؟ على مود هذا الموضوع يقوي وضعك. ليش؟ على مود يعرفون انه انت رايح فعلا تدرس ومو تنهزم، لان هاي جهالك ومرتك هنا بعدهم بالعراق. زين، وهذا تأمين صحي. طبعا اللي يسأل شلون يسوي تأمين صحي، غايزن كرانكن فيرز شغل، اكو مكتب ببغداد يسموه مكتب الحمراء، تروح عليهم 25,000 يعطيك ورقة كرانكن كذا فيرز شغل. زين، شنو خلصت المتطلبات؟ خلصت.
تعال نشوف شنو بعد لك كاتب لك. weitere Unterlagen können im Einzelfall zusätzlich verlangt werden. اكو بعض الاشياء ممكن هم تنطلب منك، وحاطي لك Achtung انتباه مليون مرة. زين. Alle folgenden Unterlagen sind in die oben genannten Reihenfolge im Original mit zwei Kopien. كل الاشياء اللي ذكرناها فوق يقول لك لازم تصفطهن بنفس الترتيب، يعني بالترتيب. شلون كاتب لك الترتيب؟ بنفس الترتيب لازم تجيب الاوراق. حلو. وتجيب لي الاصلي وتجيب لي نسختين من كل شيء. دير بالك يقول لك ترى اي ورقه تجيب لي اياها باللغه العربيه ما اقبلها منك، لازم اما تكون بالانجليزيه او بالالمانيه مترجمه. واضحه؟ زين. تعال كمل. ايش كاتب لك جوا؟ كاتب لك اذا تقدم لي الطلب وبينقص بالاوراق اللي ذاكرها فوق ترى ارفضك وما اقبل اشتغل بمالتك الاوراق. واضح؟ زين. فيزا قبول ممكن جامعين تعطيني فيزا ففاق هنا بزن طايمونات اللي عندها. يقول لك اذا تدفع فلوس الفيزا بعد ما رجعها لك. ومن تقدم فيزا الدراسة ترى خلي ببالك الموضوع يطول ترى 3 اشهر. فرتب امورك. تقدم على فيزا من وقت على مود تقدر تروح تدرس بالوقت المحدد. طبعا هم هاي 3 اشهر حاطين مده كلش كبيره، يعني ما اتصورت يعني هالقد يطولون يعني يجوز 20 يوم يجاوبوك يعني. يابا هاي شفتوا هالشروط؟ هاي شروط التقديم على الدراسه. وشلون انه انت ما تحتاج شبير كونتو، ممكن فير بفليشتون اكليرون الى اخره. هاي الفيزا الدراسه. تعال نكمل. زين. وراها فيزا شنو؟ فيزا البحث عن عمل او ممارسة المهنة. زين. طبعا هذا نفس الحكي نعاد هنا، ماكو داعي بعد اعيده. نفس الحكي نعاد. تعال نشوف هنا انا ايش كاتب لك. زين. هنا انا كاتب لك شنو؟ هنا انا ايش كاتب لك؟ انت لازم شو تسوي؟ زين. يقول لك انطيني ناخفايز انه انت خريج جامعة، وانه انت الجامعة او انت مالتك الدراسة مسوي لها معادلة مال زاب. هاي اول وحده شيء سهله، زاب تدزها بالبريد. واللي تي تعرف شلون المعادله مال الزاب شوف الفيلم مال تعبئه الاستماره، وشوف كل الافلام الباقيه على مود تفتهم. زين. قال لك انت تشتغل طبيب او مجموعه طبيه. شو يقول لك؟ يقول لك ترى القرار مال المعادله لازم من توصل بالبوندسجيبيت، يعني من توصل لالمانيا تسوي. فهمتني؟ Das heißt, zur Sicherung der Bundesausbildung bzw. Original zwei Copy. زين. هنا ايش كاتب لك؟ كاتب لك انه انت لازم تقدم لي الطلب انه انت مقدم على تعديل مالتك الشهادة الطبية. طبعا مثل ما علمتك تروح تقول لهم اني لانه عايش بالعراق لا يمكن انه اقدم على هاي الشهادة، فلهالسبب انا احتاج اروح لهناك. يلا اقدر اسوي المعادل، بس انا اول شيء اول ما اروح طبعا شوف الفيلم مال المجموعه الطبيه شارح كل شيء. زين. كونكريتس اربايت بلات. طبعا انت مثلا حصلت عقد او عمل وجبت العقد، هذا هم تقدمه مضبوط. زين. هذا هنا مناد للسنة. خلاص. هاي انت تحصل عقد، يعني انت بالعراق تحصل عقد. هسه تقول لي اكو واحد حصل عقد بالعراق؟ اي انا اعرف واحد ذاك اليوم حكيت وياه حتى خبلني، حتى دز لي العقد. حصل عقد وراتب وكذا، يروح يقدم يحصل فيزا. زين. هذا هنا سي في. هنا ورقه من مالتك الاربايت جيبر، يعني اللي كنت تشتغل يمه اذا عندك. وهنا اذا عندك يعني ورقه تثبت انه انت مشتغل يعني بلغه اجنبيه الى اخره. هذا مو كلش مهم. زين. طلع نفس الحاله كاتب لك لازم تكون بالترتيب مثل ما شارح لك. اوكي. وهنا نفس الحاله
الفيزا من تقدمها الفلوس ما ترجع لك، وهنا من تدفع فلوس نعطيك كفيتونج، نعطيك وصل. هاي الفيزا لما انت يسموك اغفاب ستيتشكايت، يعني انت رايح تشتغل. اما تجيب لي معادلة، او اذا انت طبيب تحاول يعني تقدم طلب وكذا ويجيك رفض مثل ما شرحت لك بالمجموعة الطبية، او انت جايك عقد، هاي رأسا تاخذ فيزا تروح لألمانيا. زين، نجي وين على شيء مهم اللي هو الماركت بلات فيزوم اربايت بلاتس زوخة. زين، اربايت بلاتس زوخة يعني انت رايح تبحث عن عمل. طبعا هذا الحكي نفسه عاد راح رأسا نقرأ جو. هسه انت ما لقيت شغل ورايح تدور على شغل، ركز وياي. شنو تحتاج؟ ايش تحتاج؟ تحتاج شهادة مالتك، معادلة هياتها وياي. زين، بعدين شنو تحتاج؟ تحتاج حساب مغلق لمدة 6 شهور يكفيك تعيش. شقد بالشهر؟ 853 يورو بالشهر. زين، تعال نحسبها نضربها بالحاسبة. شقد 300 شقد والله 8 5 3 في 6، يعني تحتاج بالشهر 5000 بالست شهور 5118 وياي. طبعا ايش كاتب لك جوا هنا؟ او عندك دعوة من انسان يقول اني اتحمل المصاريف، نفس القصة. زين، هنا السي في نفس الحكي. زين، موتيفيشن لتر، رسالة التحفيز ليش تريد تروح لألمانيا. زين، والله شنو بعد زين، هنا شي يقول لك؟ يقول لك جيب لي ناخفايز انه انت قدمت على شغل ورفضت. تتذكر من قلت لك كل مره اعيدها بالافلام؟ هنا أنا كاتبيها ضمن الشروط انه انت قدمت على شغل ورفضت. بتقول له انا اريد اشتغل بس ما خلوني لانه انا ما عايش بالماني، فلهالسبب رفضت. هاي هم مهمه تاخذها وياك. زين، وبعدين شهادات مالتك الشغل القديمه كذا الى اخره، نفس الحكي رد عاد. تشوفون العمليه ايش قد بسيطه. زين، تعال شنو بعد عندنا ما شفنا؟ هاي الفيزا مال لم الشمل، ما اتصور تقدر تفوت عليها تقراها. نفس الحكي اللي قلنا، نفس الحكي اللي قلنا. لازم عنده شهادة اي واحد، لازم تجيب شهادة الميلاد، مدري شنو الهايغات كوندا يعني عقد الزواج، تقعد تقراها وحدة وحدة تحققها وكذا. انا هنا أنا وصلت الى نهاية هاي الحلقة. اتمنى تكون واضحة لان شرحت لك كل انواع الفيزا وشرحت لك شلون تقدر توصل لألمانيا حتى بدون حساب مصرفي مغلق. تحياتي للجميع واتمنى لكم الموفقية.